في حاجات حواليك دلوقتي بتحصل بس انت مش سامعها ولا شايفها ولا حاسس بيها. ولو حسيت مش هتبقى مرتاح. أصوات بقى، روايح وإشارات. مش لأنك ضعيف، لكن لأن مخك أصلا مش مخلوق إنه يستوعب كل ده. في كائنات بقى بتعيش وسط الحاجات دي طول عمرها، وده طبيعي جدا عندهم، وهم الحيوانات. إحنا كبشر فاكرين إن حواسنا هي المقياس. طالما حاجة شايفينها تبقى موجودة، حاجة مش سامعينها تبقى مش حقيقة، حاجة مش حاسين بيها تبقى مش مهمة. بس ربنا ما خلقش الكائنات كلها زي بعض نسخة واحدة. كل كائن اتخلق علشان ينجو ويعيش، مش عشان يفهم كل حاجة. أول حاسة هي الشم. أنت ممكن تشم عطر، أما الكلب بيشم مزاجك، توترك، أنت مريض ولا لأ، كنت فين من ساعتين. الكلب عنده ملايين الخلايا الشمية، أكتر منك بعشرات الآلاف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عندك حاسة الشم دي، هتحس بريحة الناس من بعيد، هتعرف اللي قلقان من اللي بيكذب، هتشوف الماضي من أثر ريحته. تخيل تفضل تشم كل ده، أكيد مش هتستحمل. عشان كده مخ الإنسان قفل الباب ده. تاني حاسة هي السمع. انت ممكن دلوقتي تكون شايف المكان هادي، هو مش هادي. ده فيه أجهزة كهرباء شغالة، إشارات، ذبذبات، أصوات عالية جدا، بس انت مش سامعها. القطط والكلاب بتسمع ترددات احنا أصلا ما نعرفش إنها موجودة. عشان كده في حيوان بيتفزع فجأة من غير سبب، أو كلب يعوي في وقت غريب، أو قطة تبص في الفراغ. ده مش جنان ولا إحساس سادس، ده سمع مفتوح على عالم أوسع. لو ودنك كانت كده، النوم كان هيبقى مستحيل بالنسبة لك، والهدوء هيختفي، ودماغك مش هترتاح. تالت حاسة وهي الإحساس بالمجال المغناطيسي اللي محدش واخد باله منه، ودي أغرب واحدة. في طيور وسلاحف ونحل بيحسوا باتجاهات الأرض زي ما أنت بتحس بإيدك. المجال المغناطيسي بالنسبة لهم مش نظرية، ده إحساس. يعرفوا فين الشمال وفين الجنوب، بيرجعوا بيتهم من آلاف الكيلومترات من غير خريطة، من غير GPS، من غير تفكير. لو الإنسان حس بكده، هتحس بالأرض بتشدك، وهتحس بتغير الاتجاهات، وممكن تحس بقلق دائم، ببساطة عشان مخك مش متبرمج على الإحساس ده. رابع حاسة هي الإحساس بالاهتزاز وبالخطر قبل ما يحصل. زي العنكبوت مثلا، ما بيشوفش كويس بس يحس بالذبذبة، وبيعرف حجم اللي جاي ويحدد لو ده فريسة ولا تهديد. بعض الحيوانات بتحس بالزلازل قبل ما تحصل، ودي حاسة إحنا بنفتقدها. بس أنت لو عندك الإحساس ده، هتحس بالخطر طول الوقت. جسمك هيبقى في وضع استعداد دائم، وده مرهق جدا ومش صحي للبشر. الخلاصة مش إن الحيوانات أقوى مننا ولا أذكى ولا أرقى. الحقيقة إن كل كائن عنده حواس تناسب حياته. الإنسان اتخلق على الهدوء النسبي، ليه حواسه الخاصة بيه وطريقة تكيفه. زيادة الحواس مش دايما نعمة، أحيانا بتكون رحمة. العالم مش هادي ولا فاضي ولا بسيط زي ما انت فاكر. انت بس مش مؤهل تحس بكل ده. والسؤال بقى، لو قدامك إنك تختار حاسة واحدة من حواس الحيوانات، تختار إيه؟ وتستحمل تمنه. اعمل لايك واشتراك واستنى اللي جاي.